شواطئ اسكندرية من المنظرة، وفي نفس الوقت جولة من أولها لآخرها. هنعمل حاجة كده جديدة، اسكندرية مكان مكان وجولة جولة وحتة حتة. ده في كيدز اريا اهو، شاطئ مولي. وتقريبا شبه الجزء ده كله فيه ألعاب أطفال وشاطئ المنظرة. وهنا كافيه سانتوس، وفي بعديه كيدز اريا. ده شاطئ جويل عصافرة، قوات مسلحة. هنا الشواطئ كلها قريبة شبه بعض يعني. شاطئ اسكندر هو البروفاج بس الوحيد اللي كبير ومساحته عملاقة شوية. شاطئ ريجنسي بتاع فندق ريجنسي، وهنا شاطئ البروفاج دي دخلة من دخلاته، هو ليه أكتر من دخلة. البروفاج اللي هو واخد تحت الكوبري بالظبط. اهو بروفاج دخلة تانية اهي. بعد كده شاطئ الفنان محمود سعيد اهو، يعتبر في وش اسكندر ابراهيم الناحية التانية. شاطئ ميامي لسه تحت التجهيز لان كان فيه توسعة وفي حاجات، اللي هو بتاع جزيرة ميامي. وعندنا بير مسعود بيتعمل فيه اعمال ان هو هيبقى مكان سياحي كويس حضاري، هيستغلوه الدولة بشكل كويس. نتمنى بس البير ما يتقفلش، لان ده تراث من تراث اسكندرية، بير مسعود. واللي عارف قصة بير مسعود يقول لنا في الكومنتات. كل ده جاري الانشاء، نتمنى ان هو يخلص ان شاء الله قبل الصيف. نادي السيارات، تصريح السيارات للمقيمين خارج مصر، المصريين. وهنا بقى دي كلها شواطئ كلها قفلت. هل هيتم فتحها مرة أخرى؟ الله أعلم. مفيش غير بتاع الهيلتون بس هو اللي رجع تاني مكانه. طبعا وحماية الصدادات اللي بتتعمل جوه، حماية الشواطئ، حماية اسكندرية من الغرق. مسجد سيدي بشر، فندق الهيلتون، كان في شاطئ ابو قيف بقى وجزيرة الذهب اللي جوه. كل ده برضو لسه جاري تحت الانشاء.